التشخيص بتاعه يعني ممكن يتشخص كذا حاله. يعني مثلا احكي لك على قصه ان انا في طفل كان دايما عنده الام في بطنه وفي المفاصل وحراره بتروح وتيجي، وكانت الموضوع ده بيجي شويه ويختفي، يجي شويه ويختفي، بس كان مؤلم جدا. والطفل ده كان اتشخص بطريقه خاطئه ان هو لانه كان الم البطن ده اتشخص ان هو عنده قولون عصبي، وبدا ياخد علاجات غير مناسبة للحالة، لغاية ما دكتور الأطفال بعت مريض عشان استشارة جينية، وقدرنا إن احنا نعرف إن الطفل ده مثلا عنده حمى البحر الأبيض المتوسط. اتشخص إن هو عنده حمى البحر الأبيض المتوسط، وخاصة المرض ده موجود بكثرة في مصر وفي دول البحر المتوسط، موجود عندنا زيادة عشان جواز القرايب. ففي الحالة دي احنا بنبص على التاريخ الوراثي بتاع العيلة، بنبص على التحليل الجيني للأب والأم مع الطفل، وبنشخص الطفل. علاجه سهل جدا، بس المهم نتشخص. عشان كده زي ما قلت لحضرتك اصعب حاجه في الطب هو التشخيص، وبالتالي الجينات بتاعتنا بتشيل اسرار حياتنا، فهي حياتنا في جيناتنا.